أهلا بكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن الفنان الكبير محمود ياسين، وهنشوف الحاجات اللي انتوا يمكن ما تعرفوهاش في حياته. في البداية هو مواليد يونيو 1941 في بورسعيد، لديها 10 أشقاء ترتيبه السادس بينهم. ووالده كان بيعمل في هيئة قناة السويس. بدأ اهتمامه بالتمثيل من خلال نادي المسرح، وكان بيعرض مع مجموعة من أصدقائه مسرحيات. سافر للقاهرة ليدرس بقى في كلية الحقوق، وتخرج سنة 1964. جاء تعيينه في بلده بورسعيد لكنه رفض. التحق بعدها بالمسرح القومي وشارك في مسرحيات، وبعد 3 سنين سنة 1967 تم تعيينه. بدأ بقى المشاركة في مسرحيات كبيرة، وقدم أكتر من 20 مسرحية على المسرح القومي، منها الحلم ووطني عكا والزير سالم وليلة مسرح جيفارا. بعدها شارك في الأفلام التلفزيونية منها الرجل الغامض. يوسف شاهين بقى كان سبب في اتجاهه للسينما في وقت كان يفضل فيه المسرح. رشحه لبطولة فيلم الاختيار. اتعاقد فعلا على الفيلم لكن هو ما قدموش، لانه اتعرض عليه في نفس الوقت فيلم نحن لا نزرع الشوك اللي هو قدمه. قدم خلال مسيرته بقى الفنية اكتر من 250 فيلم، من اشهر اعماله الخيط الرفيع وانف ثلاث عيون وافواه وارانب والرصاصة لا تزال في جيبي. في التلفزيون قدم العديد من الاعمال، وحرص بقى على التنوع بين أدواره، منها طبعا العصيان وسوق العصر. آخر أفلامه كان جده حبيبي في 2012. في مسيرته الفنية منعت بعض الأفلام اللي شارك في بطولاتها، منها بقى فيلم أين المفر سنة 1977 بسبب جرأة محتواه ومشاهده. تزوج بقى الفنان محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب ابنه عمرو وبنته رانيا. التقى بقى محمود ياسين أول مرة بشهيرة سنة 1972 في فيلم صور ممنوعة، لتبدأ قصة حبهما. تشاركا بقى في حوالي 16 عمل فني. حكت الفنانة شهيرة موقف كده حصل معاه، إن هناك فنانة حاولت الزواج من محمود ياسين لكنه رفض وفضحها أمام الجميع، وأكد أنه لا يقبل أن يحاول أحد تدمير بيته وأسرته، في منتهى الوفاء. طبعا في عام 1984 أجرى عملية خطيرة في القلب، وأمر الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعلاجه على نفقة الدولة. لما قدمه من أعمال طبعا تخدم المجتمع. شغل بقى محمود ياسين منصب مدير عام المسرح القومي، لكنه قدم استقالته سنة 1990. في سنة 2013 أصيب بجلطة في المخ أثرت على الكلام والحركة، وفي عام 2014 كان سيشارك في مسلسل صاحب السعادة، لكنه اعتذر لأنه لم يقدر على التمثيل. وقتها قيل أن أعراض مرض الزهايمر بدأت تظهر عليه. وخلال بقى السنوات الأخيرة أخفت بقى أسرته أخبار وفاة الفنانين، خصوصا الفنان فاروق الفيشاوي، لأنه كان صديق مقرب جدا ليه. قام بقى محمود ياسين بتسجيل القرآن بصوته بدون أن يحصل على أي أجر، وكمان قام بالتعليق الصوتي لفيلم الرسالة. وفي الأيام الأخيرة من حياته بقى أصيب محمود ياسين بالتهاب رئوي، ودخل بقى المستشفى ليرحل عن عالمنا في يوم 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.